السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. النهاردة احنا موجودين في الحي المتميز في مدينة بدر على طريق السويس. الحي المتميز ده أقرب الأحياء للعاصمة الإدارية الجديدة. ناس كتيرة جدا بتسألنا عن الموقع بتاع مدينة بدر وعن مكان الحي المتميز. طبعا مدينة بدر موجودة شرق القاهرة قصاد العاصمة الإدارية الجديدة على الطريق الدائري الإقليمي وطريق السويس من اتجاه الجنوب، وطريق إسماعيلية الصحراوي من اتجاه الشمال. الحي المتميز اللي احنا موجودين فيه ده كده راسم مباشرة على طريق السويس وعلى طريق الروبيكي. طريق الروبيكي اللي جاي من العاشر من رمضان وداخل في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. بينك وبين العاصمة من هنا من المكان اللي احنا موجودين فيه بالظبط 7 دقايق بتلاقي نفسك في عند حي الوزارات ومنطقة البنوك في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. المكان زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله، كل فترة كده بننزل ونشوف ونصور الدنيا على الطبيعة، بنلاقي ان المكان بيتغير واحدة واحدة. طبعا مدة المباني كانت المفروض هتنتهي في شهر 6 القادم، بس طبعا نزل قرار من رئاسة مجلس الوزراء ان مهلة المباني هتنتهي في شهر 4/20/24 او شهر 6/20/24، يعني سنة من دلوقتي ومدة المباني هتكون خلصت. طبعا الحي بنسبة 90% بقى كله إنشاءات، ما عادش فيه أراضي فاضية بنسبة كبيرة جدا يعني. وفي ناس بدأت تسكن في المكان. بعض الخدمات بدأت تشتغل زي المول الموجود في مول مصر موجود جنب كومباوند دار مصر، وفي مدرسة جنب المول هتبدأ تشتغل إن شاء الله من السنة اللي جاية. في مول طبي برضه وفي عيادات هيبدأ يشتغل، بدأ يشتغل، شايف في يافطة متعلق عليها صيدلية. فبسم الله ما شاء الله المكان كويس، وزي ما حضراتكم شايفين السكان بدأ يبقى فيه سكان. لسه بقى طبعا احنا بنناشد الجهاز ان هو الاماكن اللي خلصانه زي الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده كده يبداوا بقى يرصفوا في اعاده رصف الطرق اللي هنا علشان خلاص الناس تستعد. يعني احنا عايزين الناس تبدا تنزل وتسكن في المكان، وخصوصا ان المكان كل يوم اسعاره بتزيد وفي حركه كبيره جدا، حركه بيع وشراء موجوده في الحي المتميز في مدينه بدر. احنا كنا السنه اللي فاتت هنا، لو الناس تراجع الفيديوهات بتاعتنا القديمه هتلاقي الشقق كنا بنتكلم شقق ب 400 الف كاش. النهارده الناس بتتكلم في 650 الف كاش و 750 الف كاش، وفي ناس بتقول احنا هنبطل وقفنا بيع دلوقتي لحد ما نشوف الدنيا هتستقر على ايه. طبعا لان اسعار الحديد ومواد البناء كل يوم بتتحرك عن اليوم اللي فات اليوم اللي قبله، ففي ناس موقفه بيع وشراء حاليا. بس متوسط الاسعار زي ما قلت لحضراتكم اللي على شوارع داخليه زي اللي احنا ماشيين فيها ده مثلا 650 الف، من 600 ل 650 الف. لو على حديقه او على حزام اخضر السعر ممكن يوصل لحد 800 الف كاش، عشان الناس تبقى عارفه الاسعار ومتابعه معانا. يعني زي ما عودناكم طبعا لما بنعرض حاجه بنقول سعرها على العام، ما بنتكلمش على حاجه في الخاص. احنا حاليا ده الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده جاي من المنطقه السادسه، واحنا حاليا موجودين في المنطقه السابعه. زي ما حضراتكم شايفين نسبه الانشاءات بسم الله ما شاء الله كبيره جدا، وجميع المناطق. طبعا الحي عباره عن 15 منطقه، من المنطقه الاولى لحد المنطقه 15، يعني 15 منطقه موجودين في الحي. الشوارع الداخليه زي ما حضراتكم شايفين كده بيكون عرض الشارع تقريبا من 15 متر، والشوارع الفاصله بين المناطق وبعضها بتكون حوالي 20 متر، والشوارع الرئيسية أو الحزام الأخضر بيكون عرضه من 40 ل 80 متر على حسب عرض المكان. زي ما حضراتكم شايفين كده بسم الله ما شاء الله كمية إنشاءات كبيرة. يعني بعض نوادر بقى لما تلاقي قطعة فاضية دلوقتي في بعض المناطق، يعني في مناطق تعتبر بنسبة 90% خلاص خلصانة، وبعض الناس بدأت تسكن خلاص. بنقول للناس اللي اشترت حاول ان انت تبدا تشطب، حاول ان انت تبدا تسكن المكان. بسم الله ما شاء الله مستقبله كبير جدا. قدام منك على طول العاصمه الاداريه الجديده، جنب منك اكبر مدينه طبيه في الشرق الاوسط، منطقه خدمات كبيره في وسط الحي، منطقه خدمات كبيره قدام الحي شمال على طريق السويس، منطقه خدمات كبيره شمال الحي في منطقه